ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم احلى سمك مشوي. بصراحه السمك المشوي بيبقى حلو قوي، وبالذات لما بتشويه في بيتي. بس ان شاء الله انا كل مره بعمل التتبيله اللي انا ببقى بعملها على طول. بعمل ميه، شبت وكزبره وفلفل وشطه وكمون، لكن المره دي هعمل لك تتبيله حلوه قوي قوي ومش هتاخد منك اي وقت. وانا كنت منزلاها معاكم قريب وبقول لكم ان انا بعمل السمك بقى على طول. فان شاء الله خليكي معانا للاخر وانت هتاخدي احلى فيديو. بس ما تنسيناش واللايك والاشتراك، ويا ريت اللي بشاهد يعني يكمل الفيديو، وصدقيني هتستفادي. انا بقول لكم احنا بنستفاد كلنا من بعضنا. وهنبدا ونقول لك انا جبت السمك ده للشويه. في ناس بتحبه كبير وفي ناس بتحبه صغير. على فكره هو احسن حاجه ده للمشوي، بس اللي بيحبه كبير مفيش اي مشكله. برضو التتبيله دي هتبقى حلوه فيه قوي قوي وان شاء الله تعجبكم. انا هغسل السمك. اهم حاجه تمسكي السمكه تغسليها غسله حلوه، وتمسكي الخياشيم بتاعتها زي ما انت شايفه تنضفيها. ليه؟ عشان لو فيها اي حاجه تحت الحنفيه زي ما انت شايفه اهوت. بصراحة أنا يعني بغسله على طول. لأن بصراحة لما يكون جاي من بره بيبقى محتاج غسلة حلوة كده، لكن لما تكوني بتشويه بره طبعا في ناس بتغسله وناس ما بتغسلوش. بيجي من عند السماك على طول على الفرن. بس صدقيني لما بتعملي حاجتك في بيتك بتعمليها على نظافة، وعشان كمان خاطر ولادنا. أنا هغسل السمك زي ما أنت شايفة، سمكة كده أهي. بسم الله ما شاء الله. انا كنت فاتحه الخياشيم ومنضفاها، بس بوريكم السمكه اللي انا هشويها عامله ازاي اهي. طبعا انا بطلع اشويه فوق زي ما قلت لكم، بشويه عند الفرن. طبعا احسن من اي، في ناس ممكن تشويه في فرن البوتاجاز برضه بيبقى سهل وبيبقى حلو قوي. وفي ناس عندها الشياطه ممكن تجيبيها وتحطها على البوتاجاز من فوق وتشويه وبيبقى حلو قوي برضه. بس صدقيني لما تجيبي الفرن اللي عندي ده صدقيني بينفعك في حاجات كتير. بيبقى حلو في القرص، بيبقى حلو لما تكوني بتعملي شويه بسكوت لولادك. هتحشي برضه بنفس الطريقه، هتشوي السمك ده بيبقى حلو لاي حاجه. صدقيني انا بعمل في اي حاجه، يعني قليل لما بعمل في فرن البوتاجاز. احنا دلوقتي هغسله غسله حلوه وهنطلع نوريكم احنا هنشويه ازاي. دلوقتي انا سخنت الفرن. لازم الفرن يبقى سخن قوي قوي عشان انت بتشوي سمك. فانا دلوقتي انا معايا الرده ديت بيجيبيها من عند العطار، بس احنا موجوده عندنا على طول. هوريك ان شاء الله الرده ديت بتتعمل بها ايه يعني، او بتيجي منين. انا عندي غله وان شاء الله هوريكم يوم ما اجي اعملها. فان شاء الله الحاجات دي بتبقى عندنا موجوده. طبعا كلكم عارفين الحاجات دي، الخير كله ربنا يجعل عندكم الخير يا رب. الفلاحين بتبقى الحاجات دي كتير موجوده، فاحنا ما بنشتريهاش. فلو انت عاوزاها، في ناس ما بتعرفش هي بتيجي منين، هاتيها من عند العطار. قولوا له رده السمك، هاتي منه رده السمك. انا معايا ملح ومعايا كمون زي ما انت شايفه. كل ده هيتقلب في بعضه اهو. السمك زي ما انت شايفه تقلبيه التقليبه ديت اهو. طبعا احلى سمك بتشويه في بيتك. ولو انت عاوزه تشويه بره وما عندكيش فرن، طبعا انا مش يعني ربنا يرزق الناس كلها يا رب، ممكن تاخدي السمك عندك تغسليه وتوضبيه وتروحي توديه برده لو عاوزه، لو ما عندكيش برده او ما انتش فاضيه ان انت تشوي زي ما احنا بنشوي. انا بقول للناس اللي بيبقى ايه عاوزه تشوي، ممكن تشوي في فرن البوتاجاز او ممكن تشوي على البوتاجاز من فوق. الحاجات دي عادت سهله وعادت موجوده في بيوت كتير. شوفوا انا عندي مطرحه اهي طبعا لانها عشان قديمه، فانا حطيت عليها الورق ده عشان تبقى حلوه زي ما انت شايفه. بسم الله. اهم حاجه تسخنوا الفرن من بدري وتسيبيه براحتك لمده كده ربع ساعه على ما تخلصي السمك تقلبيه في الرده زي ما انتم شايفين اهوت. هكمل وهرجع تاني اوريكم احلى سمك ان شاء الله. زي ما انت شايفه الفرن لازم يبقى سخن قوي. شوفوا انا مولعاه من تحت ازاي. لازم النار تبقى طالعه كده حلوه عشان يسخن بسرعه. اوعوا تحطوا السمك والارضيه بتاعته بارده، لازم الارضيه دي تكون حاميه قوي زياده عن اللزوم عشان السمك ما يلزقش منك ويتبهدل في الفرن. لازم يبقى والع من الناحيه دي ومن الناحيه دي زي ما انت شايفه. الفرن ده منه صغير عندي بتاع الادوات المنزليه، بس بصراحه بيبقى حلو قوي الفرن دي. ان شاء الله هوريكي ازاي تشوي السمك
وباذن الله لما تجيبيه هتتعلمي وتعملي حاجات فيه كتير. انا بتكلم عن البنات الحلوه اللي طبعا ما بتعرفش تعمل الحاجات دي، بس ان شاء الله الكل طبعا يتعلم. ربنا يديكم الصحه يا رب وتبقوا شطار في كل حاجه. انا كده خلصت السمك زي ما انت شايفه، والفرن سخن اهي اهو. هنسيبه لغايه ما يحمر، ما تقلبهوش الا ما يحمر من تحت ومن فوق. اوعي تقلبيه وهو لسه بارد، هنسيبه شويه لغايه ما يحمر وهنوريكم وهو محمر هنقلبه ازاي. دلوقتي خلاص اهو هنقلبه، لازم نفس الطريقه اهو. هكمله وان شاء الله كلته هيبقى بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، هيبقى بنفس الطريقه. ولازم تسيبيه لمده 10 دقايق بعد ما يحمر بنفس الطريقه اهو، يبقى بنفس كده. لازم تسيبيه لمده 10 دقايق عشان ينشف، لو فيه دم ولا حاجه ما يبقاش بدم اهو. هيحمر من فوق وتحت ونرجع نوريكم احلى سمك ان شاء الله. كده خلاص زي ما انتم شايفين مر خالص اهو. يعني خلاص ما عادش نسيب اكتر من كده عشان ما يتحرقش معاك. العربيه لما تكون حمر معاكي بسم الله ما شاء الله، لما تكون سخنه قوي بتحمر معاكي السمك وبتخليه احلى سمك. السمك اهوت بتشويه في البيت احلى شويه احسن من بتعمليه بره. وان شاء الله هنخلص وهوريكي احلى تتبيله باذن الله تعجبك قوي. انا دلوقتي السمك نزلت ودلوقتي السمك زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. انا معايا بقى التتبيله الحلوه ديت اللي كنت عاملاها معاكم قريب. عامله الخلطه الحلوه ديت، كان فلفل احمر وفلفل اخضر، وعملته بقول لكم ان انا بعمله للسمك وبحط الحاجات كتير. والبرنجان بيبقى عندي طلعت معلقتين وحطيتهم في نص كوبايه ميه، عشان بدل ما اجيب ميه واعمل التتبيله اللي انا بقول لكم عليها ديت، لا التتبيله دي حلوه قوي. انا معايا دلوقتي الليمون اللي انتوا شايفينه 5 ليمونات اللي عندك، هو بحب الليمون بصراحه. ومعايا في نفس الوقت معلقه، وحاطه 3 معالق ملح وعليهم معلقه بهار سمك زي ما انتوا شايفين. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هحوش كل ده واقوم جايبه الصينيه اللي انا هحط فيها السمك زي ما انتوا شايفين. هنرصه رصه حلوه زي ما انت شايفه كده اهوت. صدقيني التتبيله دي بتبقى حلوه قوي، بتبقى عامله زي البوري بالظبط. يعني البوري احنا ما زي ما بقول لك ايه، ما بتعملوش تمليحه، لا احنا بنقوم جايين للبوري نعمله بنفس الطريقه، ونرش ليمون وملح وحاجات من كمون وحاجات من دي. بس انا هعمل ايه؟ انا هعمل دلوقتي احلى تتبيله ان شاء الله. شوف اهو ترشي هنجيب بقى الليمون الحلو ده. انا بحب ارش يعني اعصر كتير ليمون على السمك. كلنا طبعا عارفين ان السمك بيحب الليمون وبحب الكمون زي ما انتم شايفين اهو. انا مش هرمي حاجه منه، انا هحطه برده على السمك عشان يدي طعم وريحه حلوه كده. صدقيني التتبيله دي بتبقى حلوه قوي قوي قوي. ولو انت عاوزه تعملي التتبيله اللي انا بعملها على طول، خش على الصفحه، انا نزلت السمك مشوي يعني كم مره. شوفوا بقى، شوفوا معلقتين حطيتهم في نص كوبايه ميه، احلى تتبيله.
شويه رز بقى صياديه، شويه رز ابيض، بيبقى حلو قوي قوي السمك ده بصراحه. طبعا ما انت بتحبي ولادك بيحبوا ايه. شوفوا كده خلاص اهوت. صراحه شكل السمك حلو قوي، بسم الله ما شاء الله عليه. هكمل وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ايه رايكم بقى في التتبيله الجميله دي؟ ايه رايكم في السمك المشوي في البيت؟ احلى طريقه سمك بصراحه. الطعم هيبقى حلو قوي لان انا بعمله على طول، والريحه بصراحه والله جميله قوي قوي قوي. ولو جربتيه هتلتيه احلى، ولما تعمليه في بيتك برده هيبقى احلى واحلى. انا قلت لك كام حاجه، يعني ممكن تعمليه فوق البوتاجاز لو عندك شياطه. في حاجه كده بتيجي من عند بتوع الادوات المنزليه بتتباع تشوي عليها السمك زي بتاع الكريب بالظبط. وفي برده ممكن تعمليه بالرده زي ما انا عملته، وتسخنوا الفرن من فوق قوي قوي وتولعيه من فوق بس ما بتولعوش من تحت، وتقلبي هيبقى برده زي الفل. اللي ما عندهاش طبعا الفرن في بديل. ما انا بقول لك في بديل انك تعملي الحاجه في بيتك. طبعا الناس حبايبنا واخواتنا اللي بيشتغلوا طبعا دول ما نقدرش نقول عليهم حاجه، بس اهم حاجه بصي على السمك بتاعك مغسول نظيف. اهم حاجه تشوف الحاجه بتاعتك نظيفه ولا لا. احنا بنعمل كل ده عشان ولادنا، ربنا يخلي لنا ولادنا ويا رب الكل يكون بخير. واهم حاجه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.